أهلا وسهلا ومرحبا بكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم هاد البسبوسة تاع المحلات اللي راها دايرة حالة. الذوق تاعها بزاف هايل. شوفوا المزيج بين الجلجلان والحموضة، جربوها حبيباتي أكيد راح تعجبكم. وتاني ما تبخلوش عليا بهذيك الجام والكومنتير اللي تحفزني. نحب نشكر تاني المشتركات الجدد اللي دخلوني، نقولكم أهلا وسهلا، والقدم راكم على العين والراس. ونروحوا للوصفة بدون إطالة، نبداو على بركة الله. أول حاجة نخدمو هنايا السيرو. عندي كاس ونص تاع السكر حبيبات، وعندي 3 كيسان تاع الماء. الكاس هذا تاع 220 مليلتر. عندي شريحة تاع ليمون، ونخلي هاد السيرو على نار هادية حتى يذوب هذاك السكر. نحسب 5 دقائق ونطفي. من جهه واحده اخرى نخدمو هنايا الخليط تاع البسبوسه. عندي 3 حبات تاع بيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ. عندي قرصه تاع الملح ما تنساوهاش. عندي نص كاس تاع السكر، وعندي ملعقه صغيره تاع لافاني. ثاني عندي 2 ملاعق كبار تاع مبشور ليمون. ونخلط هاد المكونات مليح مليح بالباتر حتى نتحصل على هاد الخليط، يعني اللون تاعه يتغير، يعني حتى يذوب هذاك السكر كامل. نضيف هنايا كاس غير ربع تاع الزيت تدريجيا، ونبدا نخلط. يعني كل مره نضيف الزيت نبدا نخلط بالباتر. اذا ما عندكمش الباتر تقدروا عادي تخلطوا بالفوي. المهم تخلطوا مليح مليح هكا، يعني بتحصلوا على بسبوسه تكون خفيفه وتجي طالعه. نكمل كامل هذيك الكميه تاع الزيت ونبدا نخلط بالباتر. من بعد نزيد هنايا كاس غير ربع تاع الحليب يكون دافي. راح نضيفه حتى هو تدريجيا حتى نكمل كامل هذاك الكاس. لازم الحليب يكون دافي، ما يكون سخون ومتاني ما يكونش بارد. نضيف هنايا كاس ونص تاع السميد متوسط. انا راح نستعمل هنايا الموله، اني وريت لكم النوعيه اللي نخدم بها. شوفوا هنايا المتوسط. وراح نضيف كاس غير ربع تاع الجلجلان يكون محمص ويكون مطحون، راح يمد لكم بنه روعه. تاني الا ما عندكمش الجلجلان تقدروا ديروا الكاوكاو محمص ومطحون. زدت ربع كاس تاع الفرينه، وعندي 2 اكياس تاع خميره الحلويات. نزيد هنايا تاني نص ليمونه راح نعصرها بهذه الطريقه باه تمد لي هذيك الحموضه وتاني تلعب دور تاع المحسن. اذا ما عندكمش الليم تقدروا ديروا ملعقه ولا 2 ملاعق تاع خل. نخلط هاد المكونات كامل بالباتر بهذه الطريقه، وراح نخلي هاد الخليط يرتاح واحد 5 دقائق. شوفوا هنايا في الاول راح تصيبوه هكا سائل، بعد ما يرتاح 5 دقائق ولا حتى 10 دقائق راح تتحصلوا على هاد الخليط اللي يكون ثقيل، يعني هذاك السميد كامل راح يتشرب هاد السوائل. شوفوا هنايا راح نجيب هاد السني الطول تاعه 30 سنتيم على 22 سنتيم. شوفوا هنايا الخليط تاع البسبوسه كيفاه ثقل ولا بهذا الشكل. السني هذا دهنته بالزيت، وراح نزيد هنايا رشه تاع سميد هكا باه البسبوسه ما تلصقليش، ونفرغ كامل هذا الخليط. ندير الفرن يسخن على 180 درجه. ندير هاد السني في الرف الاعلى، ونخلي هاد البسبوسه طيب حتى تحمر من التحت. يعني في الدقائق الاولى ما نحلش الفرن حتى تفوت واحد ربع ساعه ولا، نخليها طيب حتى تحمر. من بعد نهبط الصني ونخليها تزيد تحمر من الفوق ونطفي. هنايا لازم كي طيب البسبوسه تكون سخونه، واكيد السيرو يكون بارد. شوفوا هنايا مباشره بعد ما خرجت هذا السني نشرب هاد البسبوسه بهاد السيرو اللي يكون بارد. وهاد الكميه اللي درتها كامل شربت بها كامل هاد البسبوسه، يعني ما بقى لي حتى حاجه تاع سيرو. تاني من جهه واحده اخرى عندي هنايا كونفيتير تاع المشماش، زدت له تاني جلجلان اللي يكون محمص ومطحون. وراح ندير هنايا طبقه راح نمشيها، وصدقوني هاد الطبقه راح تزيد لكم بنه، يعني واحد الحموضه واحد البنه تاع الجلجلان روعه. اذا ما عندكمش الجلجلان قلت لكم تقدروا ديروا الكاوكاو في بلاصته عادي. هنايا بعد ما البسبوسه ارتاحت 4 سوايع حتى ل5 سوايع،
شوفوا كي قسمتها تحصلت على هاد البسبوسه متماسكه وتجي خفيفه ومشربه وطريه روعه. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم حبيباتي، ان شاء الله تعجبكم. اكيد جربوها، تبحثوا لي تطبيقاتكم كما العاده، فيسبوك، انستغرام ولا حتى تيك توك. نقولكم حبيباتي في امان الله في وصفه جديده ان شاء الله، الى اللقاء.